مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد النواعم. هنعمله بطريقه سهله وهنعمله ناعم جدا ومش هياخد معانا اي وقت. يلا نبتدي مع بعض. معانا كيلو دقيق، معلقتين كبار سمسم محمصاهم او محمراهم، معانا معلقه صغيره ريحه كحك نجيبها من عند اي عطار، معانا معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين سكر، نص كوباية مية دافية أو أكتر من النص بحاجة بسيطة، ومعانا طبعا السمنة البلدي نص كيلو ومعاها معلقة، يعني أنا مزودة عن النص كيلو معلقة عشان عايزة الكحك بتاعي يبقى ناعم قوي. ومعانا طبعا رشة ملح. أول حاجة هنزل بالخميرة على المية الدافية، وكمان السكر. بالشكل ده كده نقلبهم كويس. طبعا يفضل تبقى ميه مش لبن. اللبن ممكن يخلي الكحك لو انت عامله كميه كبيره يساعده ان هو يبوظ بسرعه، انما الميه مفيش منها اي ضرر. نقلب كويس لحد ما الخميره والسكر يدوبوا معانا. بالشكل ده كده هنغطيها ونسيبها على جنب. نبتدي بقى ناخد الدقيق، هننزل عليه برشة ملح، معلقة البيكنج باودر، ومعلقة ريحة الكحك، وكمان السمسم اختياري عشان انا عارفة ان في ناس مش بتحبه. هنبتدي نقلب المواد الجافة مع بعض. نعمل زي حفرة كده في النص دايرة، ونبتدي ننزل بالسمنة. نخلي بالنا السمنة نسخنينها كويس، نخلي بالنا عشان ما تلسعنش. طبعا هتفور. بالشكل ده كده نبتدي نقلبها. انا طبعا مش هقدر امسكها بايدي، فكرة ان السمنة سخنة يعني دي يعني عامل من عوامل نجاح الكحك وان هو يطلع معايا ناعم. هنقلبه كويس لحد اما كل حتة دقيق تتشبع بالسمنة، لحد ما طبعا يبتدي يبرد واقدر ابسه بايدي. بعد ما العجينة بقت دافية شوية واقدر امسكها بايدي هبتدي ابسه، وكمان عشان لو في اي دقيق تحت كده اشبعه بالسمنة. هي لسه سخنة شوية بس يعني عادي قادرة ان انا امسكها. دعكه كويس عشان يطلع ناعم معانا. بعد ما بسيت الكحك كويس هنبتدي ننزل عليه بالخميرة. هي خمرت معانا وفارت بزيادة. هننزل بحبة كده ونعجن.
هنزود شوية بشوية. وادي شكل العجينة بعد ما لميناها بالمية اللي كنا مدوبين فيها الخميرة والسكر. كده هي خلاص جاهزة، ما بتلزقش في ايدي. كده العجينة بتاعتنا جاهزت. هنبتدي نشكلها. الكحك مش بنسيبه يخمر، هنشكله وندخله على طول في الفرن. معانا طبعا البصامة دي ومعانا القوالب دي. انا هفضل النهاردة هشتغل بالبصامة. ممكن يعني نكور كام واحدة كده ونروح دايسين عليها على طول بالبصامة، بس ما تكتريش علشان لو اتركنت كده كتير هتشقق معاكي. يعني انا هشتغل بواحدة واحدة على طول بالشكل ده كده. وطبعا هتعملي الحجم اللي انت عايزاه. والبصمات دي في منها كذا مقاس، مهم تبقى مظبوطة معاكي مدورة كويس ومش مشققة. نعمل تاني واحدة مع بعض. دي كبيرة شوية، وندوس عليها كده بالشكل ده. بالشكل ده كده هبتدي اعملهم وارصهم واسيب منهم ما بينهم مسافات صغيرة كده عشان لما ادخله الفرن. وادي شكل الكحك بعد ما شكلناه. انا عملت شوية بالشكل ده وشوية بالشكل ده. هنبتدي ندخله الفرن على درجة حرارة من 180 ل200. الكحك بيحب درجة حرارة عالية، وكمان مسخنة الفرن من قبلها بحوالي 10 دقايق. وادي شكل الكحك بعد ما استوى وسبته يبرد تماما، وبعد كده نقلته في صينيه. ما كانش ينفع امسكه وهو سخن عشان ايدي ما تبصمش فيه. انا عايزه بس اوريهولكم قبل ما نحط عليه السكر. بصوا طبعا لونه تحفه. بصوا ناعم جدا. طبعا احنا لو عاملين كميه كبيره مش هنحط عليه كله سكر، هنحتفظ بالسكر وقت التقديم. انما لو عامله كميه قليله هنرش عليه السكر عادي بالشكل ده كده. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. هستناكم تجربوه تقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم بخير.